السلام عليكم. اهلا بكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله الحلقه بتاعت النهارده مختلفه تماما، لاني هبدا معاكم في الوصفه بتاعتي على طول. فيلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول ونبدا الحلقه بتاعتنا مع بعض ونشوف هنعمل مع بعض ايه النهارده. اول حاجه يا حبايبي نسمي بالرحمن ونبدا مع بعض. انا عندي هنا بطاطس، طبعا الكميه اللي انت عايزاها في الوصفه بتاعتي انت اللي بتحضري مقدار الكميه على قد عدد افراد اسرتك. فانا عندي بطاطس ومقشراها بالشكل دوت. بعد كده هعمل فيها ايه؟ اقول بسم الله. نبدأ نقطعها مع بعض كده ونشوف هنقطعها ازاي. صاية انا عايزاها اوريكم السمك بتاعها، عايزاها بالسمك ده. هقطع البطاطس كلها معايا بالسمك ده. وبعد يا حبايب قلبي ما قطعت البطاطس بتاعتي كلها بالسمك ده، نروح الخطوه اللي بعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. وبعد كده يا حبايبي انا جبت حله وحطيت فيها البطاطس بتاعتي اللي انا قطعتها، وبعد كده هنزل عليهم بالميه المغليه. بسم الله. وهرفعها على النار لمدة 5 دقايق. انا مش عايزة البطاطس بتاعتي تتسلق، انا هديلها 3/4 سوا او هما 5 دقايق بالظبط تاخد غلوة والتانية، وهطلعها ونشوف هنعمل بها ايه بعد كده. وبعد كده يا حبايب قلبي انا جبت مية باردة، هطلع فيها البطاطس بعد ما قعدت 5 دقايق على النار في المية بتغلي بالشكل ده. حطها في المية الباردة، هسيبها تبرد بقى يا حبايبي واجهز الخليط اللي هضيفه عليها. معايا بولة كده هحط فيها 3 معالق من الدقيق، ومعلقتين من النشا، نشا الذرة العادية، وكيس فيجيتار. بسم الله. البهارات اللي هتبقى معايا هيبقى معايا نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه بهارات فراخ اللي هي مرقه الدجاج الفوريه، كركم، نص معلقه ودي اختياري من بودره الثوم، والملح طبعا حسب الرغبه، ظبطي ملحك زي ما بتحبي. ده كل دول تضيف المكونات كلها على بعض بالشكل ده، اقلبهم كويس. وبعد كده هنزل بالميه بتاعتي واحده واحده بالتدريج. بسم الله. بالشكل ده. بسم الله. وده السمك اللي انا عايزه اوصل له الخليط بتاعي بالشكل ده، ناعم ما شاء الله. عامل ازاي دلوقتي يا حبايبي؟ انا هبدا اجهز القفر الخارجي بتاعي، هعمله من الكورن فليكس والتوريتوس مع بعض. دول هتاخدهم مع بعض في الكبه كده واديلهم ايه، فرمه كده. انا عايزاهم لا يبقوا ناعمين ولا يبقوا خشنين، يبقى حاجه ايه وسط كده. هديلهم فرمه ونرجع تاني نشوف هيبقى شكلهم عامل ازاي. وده الخليط يا حبايب قلبي، وده الخليط يا حبايب قلبي بعد ما صفيته بالشكل ده. وكمان وصفيت البطاطس بتاعتي من الميه البارده. والمكون التالت اللي انا ظبطته الخليط تمام. بعد كده هعمل ايه؟ اول حاجه هقول بسم الله. هجيب البطاطس بتاعتي وانزلها في الخليط ده كده بالشكل ده. وبعد كده هنزلها في الكفر بتاعي كده. هتبقى بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميله ومتماسكه وماسكه الكفر بتاعها بالشكل ده. نعمل واحده كمان مع بعض. اول حاجه انزلها في الخليط بتاعي، بعد كده انزلها تبقى البطاطس بتاعتي بالشكل ده، ولا احلى من قطع البانيه. متماسكه وما شاء الله، والكفر بتاعها ماسك عليها زي الفل اهو وما شاء الله. اعمل كل الكميه بتاعتي حبايبي بالشكل ده، وبعد كده نرجع ونشوف هنعمل فيها ايه. حبايب قلبي بعد ما خلصت كل الكميه بقت بالشكل ده.
دلوقتي هروح على التلاجة بتاعتي احطها في الفريزر لمدة نص ساعة، وبعد كده نطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه. يا حبايب قلبي، بعد ما سبت البطاطس بتاعتي في الفريزر نص ساعة، دلوقتي رحت على النار جبت مقلاية وحطيت فيها زيت، وهبدأ انزل بيها واحدة واحدة في الزيت بتاعي. نقول بسم الله. ما شاء الله اللون بتاعها عامل ازاي وكريسبي، شايفين ما شاء الله، متماسك الكفر بتاعها، ما تفرقهاش عن اي نوع من البانيهات. شايفين الجمال؟ شوفوا ما شاء الله. ولادك بقى يشوفوها كده مع المكرونه يقولوا ايه ماما عملت لنا النهارده احلى بانيه. احنا النهارده هنسميه البانيه الكداب. شايفين ما شاء الله على الجمال والحلاوه. احنا النهارده عاملينه بقى كده ايه مع شويه مكرونه، وتحطيه كمان على السفره. ما شاء الله لو عندك ضيوف ما يعرفوش انت عامله ايه النهارده. مع التوفير بتاعنا النهارده، الستات المصريين شاطرين فبيعرفوا ازاي يطلعوا ابتكارات كده من المطبخ، يعني حاجات كده ملهاش حل. شايفين الجمال؟ نروح بقى كده نقدمه ونشوف هنقدمه ازاي، ونفتحه برضو مع بعض ونشوف هيطلع شكله عامل ازاي من جوه. يا حبايب قلبي، كانت حلقتي النهارده الوصفه الخطيره ديت، هنقول عليها البانيه الكداب، تقولوا زي ما تقولوا، سموها زي ما تحبوا، بس بصراحه طالعه خطيره، حاجه كده وهم من الاخر. انا عايزه اسمعك صوت الكرمشه. شايفين ما شاء الله؟ نشوف كده الشكل من جوه. شايفين شكل البطاطس دايبه ذوبان، ماسكه الكفر بتاعها، ريحتها طالعه رهيبه، والطعم مم. والطعم حكايه. فيا رب حلقه النهارده تنال اعجابكم، وانصحكم والله بامانه جربوها، جميله جدا هتعجب ولادكم، وما شاء الله حاجه مختلفه على سفرتك. فما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم.